الالاف ديال الاعلانات اللي طلقنا لراسنا والكليان ديالنا في الفيسبوك ادز عبر السنوات اكتشفنا بزاف ديال الامور اللي غنبارطاجي معكم في هذه السلسله. يلا نبداو. وهنا غنوصل لواحد الحاجه مهمه بزاف واللي هي التقييم السري اللي كيديروا فيسبوك واللي كيحدد نجاح اعلانك ولا الفشل ديالو. ففيسبوك ما كيعرضش الاعلانات عشوائيا، عنده نظام تصنيف كيحدد شكون اللي عنده الاولويه في الوصول، وهذا النظام كيتسمى سابقا الاد ريليفنس سكور وحاليا سميتو البيرفورمانس رانكين. وفيسبوك يعتمد في هذا النظام على ثلاثه العوامل الرئيسيه. اول وحده هو تصنيف معدل التفاعل او الانجيجمنت ريت رانكين، وهذا كيحسب الاعجابات والمشاركات والتعليقات ومده مشاهده الفيديو. فإلا كان عندك تفاعل عالي فيسبوك اوتوماتيكمون كيخفض التكلفه ديال الاعلان وكيضمن الوصول ديالو لاكبر عدد من المستعملين. وإلا كان اعلان كيتجاهلوه الناس ففيسبوك كيغلي عليك السي بي ام او كيقلل الانتشار ديال الاعلان ديالك. اذا كيفاش تحسن الانجيجمنت ريت رانكين؟ فمثلا الا كان الاعلان لنادي رياضي طرح شي سؤال محفز في الاد كوبي ديال الاعلان بحال مثلا شنو اكبر تحدي كتعاني منه في الرشاقه، واستعمل الايموجي واسطر تكون قصيره باش تخلي القراءه سهله وجذابه بالنسبه للمشاهد، وحفز الفضول ديال المشاهدين بعناوين غامضه بحال مثلا ما غاديش تيق اشنو دار هذا المنتج بعد 2 الاسابيع من الاستعمال. وثاني تصنيف في هذا النظام